تخيل معايا كده يا عزيزي المشاهد، لو فجأة نظام غريب بيسيطر عليك ويسحبك لعالم تاني. هتقولي ازاي وايه السبب؟ هقولك يا مرحب بيك في نظام اللانهاية. مطلوب منك التضحية بكل حياتك وإلا البشرية كلها هتتمحي من الوجود. فلو انت مكان بطلنا هتختار تعمل ايه بالظبط؟ اكتب لي في الكومنتات واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ في سرد الحكاية. في إحدى الأيام بنروح لساحة رابطة الصيادين، بنشوف المصورين اللي في المكان بيصوروا التكريم اللي بيحصل. تجمع هائل وناس كتيرة جدا. بنشوف أحد الصيادين والذي يدعى كيم بيطلع للمسرح وبيروح للقائد علشان يتم تكريمه، والقائد فعلا بيديله رخصة الصياد من الرتبة إيه. الواد في نفسه بيقول أخيرا هكون الصياد اللي أنا كنت بحلم بيه طول الوقت اللي فات. فأنا شفت أيام سودة ما يعلم بيها إلا ربنا علشان أوصل للنقطة دي. ولكن في الوقت الراهن بيقول علشان أنا استيقظت كأضعف صياد في العالم، فأنا لازم أضاعف جهدي في الدراسة علشان أقدر أعلي من قدراتي. وبسبب الدراسة والاهتمام اللي أنا عملته قدرت أعرف كل حاجة عن الوحوش والمغارات السرية. كل ده زود من قدراتي وخلاني فاهم كل حاجة حرفيا، وهو السبب اللي خلاني أكون صياد دلوقتي. ولكن الأغرب لما القائد بيبدأ يتكلم بيقول له أنت شكلك كده فهمت الوضع غلط. فالواد مستغرب كده وبيقول له هو أنت بتقول إيه بالظبط؟ فالمدير بيديله الصدمة الأكبر، بيقول له إن صاحب الرتبة إيه ما يقدرش يكون صياد من الأساس. هوبا، يعني تعبك كله راح على الفاضي يا معلم. الواد حرفيا مصدوم بكل معنى تحمله الكلمة. والقائد بيكمل وبيقول له انت مهما عرفت من علوم واي مخططات فكل ده مش بيخليك تكون مؤهل ان انت تكون صياد اصلا. فانت ما تقدرش تهزم الوحوش ولا تعدي المغارات، انت مالكش اي لازمة يا كيم. بنرجع بقى للواقع من جديد. الواد بيقول في نفس اليوم ده من 7 سنين انا سبت مهنة الصيد نهائيا وما فكرتش ارجع لها مرة تانية. والنهاردة دلوقتي انا بواجه شبح فقدان العمل، مش عارف اتصرف ازاي ولا عارف هشتغل ازاي. وحاليا لو شغلانتي اللي انا شغالها دلوقتي لو اختفت من الوجود انا مش عارف هتصرف ازاي في اللي جاية. فبفضل الالعاب الالكترونية والاستريم اللي انا بعمله ما كنتش هلاقي اكل ولا اشرب اصلا في الحياة الصعبة اليومين دول. بس كل حاجة هتنتهي النهاردة بحلول الساعة 10 مساء. فالنهاردة هيكون اخر لايف لان انا خلاص هختم لعبة صد الوحوش. وبحكم ان انا سبت مهنة الصيد فانا مش عارف انا هشتغل ولا هعمل ايه الفترة اللي جاية. اما بالنسبة للعبة صد الوحوش فهي عبارة عن لعبة كانت بتتجسد فيها حشود من الوحوش، ومهمتي كانت داخل اللعبة ان انا اقدر استاجر اي وحش من الوحوش دي، وده علشان خاطر ادافع واصد الهجوم عن القلعة والوحوش بتاعتي. وتبان لك ان اللعبة كده للوهلة الاولى ان هي ملهاش اي 60 لازمة، ولكن لما تخش في اجواء اللعبة وتبدأ في اللعب بتلاقي ان الموضوع صعب جدا. فالوحوش ممكن تدمر قلعتك وتبدأ كل حاجة من الصفر حرفيا. لازم تزود قوتك، لازم تزود مراتب قوة الوحوش بتاعتك والا الموضوع هيكون سهل بالنسبة للاعداد بتاعوتك. ولكن المشكلة الاكبر بعد كل ده هي ان الوحوش مهما زودت من قوتها فهلاك الوحوش كده كده جاي في يوم من الايام. بنعرف يا صاحبي كمان ان هي لعبة دفاع من طراز الروغ لايك، والروغ لايك ده نظام ما تقدرش تستعيد فيه اي حاجة ماتت ابدا. وللسبب ده اللعبة انتهت وما كانش فيه اي حد بيلعبها واطلق عليها لعبة الهلاك. وسيبك كمان من اختلال موازين القوة في اللعبة دي، فانت ممكن تلاقي عفريت بقوة نجمة واحدة بس يقدر يغلب غول عنده 3 نجوم. والموضوع كمان مش بيحصل مرة ولا 2، لا ده بيحصل مرات كتيرة. وده بيدل على حاجة احنا مش واخدين بالنا منها، وهو ان التصنيف او الرتبة مش دايما معيار مطلق للقوة. فالخبرة والمهارات وعنصر المفاجأة اهم بكتير من كل ده. اخر ما بيظهر بقى عمنا كيم بيقول ان اللي اسس اللعبة دي شخص مختل عقليا. ازاي يعمل حاجة زي كده مش متوازنة؟ ده حتى كمان ان هي لعبة منبوذة لكنها صعبة جدا لطريقة جنونية. الأحوال بتتغير فيها بكل ثانية حرفيا. بس برضه ارجع واقول الحمد لله ان هي موجودة. فلولا الاستريم او البث المباشر اللي انا بعمله من اللعبة دي ما كنتش اكل ولا اعمل اي حاجة في حياتي. وبصفة الخبير المخضرم في اللعبة دي فانا مش هسيب اللعبة دي غير لما اختمها حرفيا. في نفس الوقت بقى بيبدأ يتكلم مع نفسه شوية وبيقول انا فعلا حرمت من مهمة الصيد، بس اللعبة دي عوضتني عن كل حاجة حرفيا. فدلوقتي انا لازم ابدأ الشغل وابطل كلام دلوقتي. وبالفعل بيبدأ يفتح الاستريم والناس بتبدأ تتكلم معاه. هو بيرحب بيهم فعلا زي اي حد بيستريم، والمتابعين بيبدأوا يسألوه انت خلاص هتختم لعبة الهلاك النهاردة؟ ومنهم اللي بيسأله بيقول له بعد ما تختم اللعبة هتعمل ايه في حياتك التانية؟ واللي بيرد عليه وبيقول له ان هو هيرجع يشتغل كصياد من تاني. الواد اول ما بيشوف الكلام ده بيترعب حرفيا، اللي هو ايه ده انا ما اشتغلتش بمهنة الصيد قبل كده. وناس كتير بتقعد تسأل فيه لكنه بيفضل يتهرب من كل الأسئلة. فهو طبعا مش عاوز يقول لهم ان هو صياد فاشل من الرتبة ايه، محظور عليه ان هو يخش البوابات والدهاليز
التحفيز. ولكن برغم كل ده بيقول انا هرمي كل حاجه ورا ظهري، فالنهارده هو اهم يوم بالنسبه لي، انا لازم انا اختم لعبه الهلاك. وبالفعل بيبلغ كل اللي موجودين في الاستريم عن اللي هيحصل النهارده. فانا النهارده هوريكم المواجهه الحاسمه من بدايه اللعبه. وبالفعل بيبدا يدخل اللعبه، وحوش مرعبه بتطير في كل مكان، والمهمه هي الدفاع عن القلعه وحمايتها من الوحوش اللي بتخرج من البوابه. كيم في الوقت ده بيقول لهم خلاص انا فهمت كل حاجه، انا على طول هبدا في التحدي، والمواجهه اللي انا عاوز اعديها اليوم بالتحديد هي المواجهه ال700 والتي تعرف بالمنطقه المجهوله. بيقول في نفسه كمان انا عارف ان هي ممكن تكون المواجهه الاخيره بالنسبه لي، فانتوا عارفين ان انا صرفت فلوس كتيره جدا علشان اقدر ابلغ المستوى ده، ومفيش اي حد على وجه الارض قدر يعمل التحدي ال700 مره قبل كده، ولو حالفني الحظ وقدرت اتغلب في المواجهه دي فهيكون رقم قياسي جديد بالنسبه لي وانجاز غير مسبوق. وبرغم الحماس اللي مشتعل جوايا دلوقتي لكني خايف برضه، بس انا هنسى كل حاجه وهكمل في المواجهه بتاعتي. وبالفعل بيبدا على طول المواجهه، بدايه المواجهه ال700. يا نهار ابيض، الوحوش بتبدا تتدفق واحد ورا التاني، وحوش مرعبه بتطير في الجو والارض. بس انت تفتكر ان كل ده يهدد بطلنا؟ لا والله، بيبدا جحفله فيهم واحد ورا التاني ومحدش قادر يلمسه، الواد بيدمرهم حرفيا. بس برغم قوته الجباره دي وحش العفريت اللي من مستوى 100 بيتدمر من غير ما يعمل اي حاجه. الواد مصدوم ومش مصدق ازاي ده يموت، ده كان مستواه 100 اصلا. الوحوش هي كمان مش بتقف لحد هنا، لا ده بيكملوا على باله وحوش هجمات متتاليه. الواد كيم بيحس ان هو في خطر، بيقول ان هم لو تجاوزوا الدفاع ده هيخلصوا عليا ويخلصوا على القلعه بتاعتي. بيخرج ملكه السكيبوس اللي من مستوى ال130، بيفكر ان هي هتقدر تتخلص من الوحوش. الملكه هي كمان اول ما بتخرج بيكون باين على وشها الصدمه والخوف، بتلاقي قدامها وحش عملاق ب3 رؤوس. البنت قدامه حرفيا عامله زي النمله، مش مصدقه عيونها وبتفكر ان هي عاوزه تقتله. بس على مين يابا؟ ال3 رؤوس بيهجموا عليها وبيفرتكوها حرفيا. يا نهار ابيض، ده ايه القوه والجبروت اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ كيم مش مصدق عيونه، بيقول هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ازاي قوتهم متعاليه كده؟ مفيش اي حد من الوحوش بتاعتي قادره تقف قصاد الوحوش ابدا. فهو حتى بعد الوحوش والجنود اللي فضل يدرب فيهم ويعلي مستواهم بيموتوا دلوقتي قدام عيونه بكل سهوله. الخراب والدمار منتشر في كل مكان في القلعه، وخلاص الواد يعتبر على حافه الهاويه، مش بتبقى من الجنود ولا اي حد علشان خاطر يصد الهجوم ويحمي القلعه بتاعته. مفيش غير القلعه وبس هي اللي موجوده، وبكده هيكون خلاص تم ازال الستار عن اقوى لاعب في لعبه الهلاك. بس فجأة نور من العدم بيبدأ يظهر والوحوش كلها مصدومة حرفيا، محدش فاهم ولا عارف ايه اللي بيحصل. في نفس الوقت بنشوف واحدة على كرسي بضوء مشع، واللي بنعرف ان هي اول من تحدى المواجهة ال700. الواد حرفيا مصدوم ومش مصدق وبيقول ازاي ده بيحصل، فهي اديلها الاف السنين زي ما هي قاعدة على الكرسي، ودلوقتي بتستيقظ اللورد بتاخد السيف بتاعها من الخادم. بتشوفوا الوضع اللي في المكان عامل ازاي، بتلاقي وحوش بتظهر من كل مكان وعاوزين يهجموا عليها ويموتوها. بس انت تفتكر ان هم هيخلصوا عليها السهولة دي؟ لا والله، دي بتمسك السيف بتلوح يمين وشمال بتدمر فيهم واحد ورا التاني. يا بنت اللعيبه، خلصت على مئات الوحوش بضربه واحده بس. باقي الوحوش مكملين هجوم عليها وعاوزين يقتلوها، بس دي مش بتستهين باي حد، نازله فيهم كسح ومسح واحد ورا التاني، بتدمر في اي شيء يجي في طريقها. البت صروحتها مدمره حرفيا، مفيش اي حد من الوحوش قادر يلمسها ولو بلمسه واحده بس. اما عمنا كيم بقى فواقف مصدوم ومش مصدق عيونه، ازاي اللورد اللي ثابته اديلها سنين ومش بتتحرك ترجع في لمح البصر وتقدر تخلص على كل البوابه ال700؟ انا مش مصدق عيوني اصلا، ولا حصل ازاي اصلا. بيبدا يتكلم اللي موجودين في اللايف وبيقول لهم انتوا شفتوا اللي حصل، ولكن فجاه بياخد الصدمه ان البث اصلا مش شغال. بيقول ازاي ده حصل اصلا والجهاز كمان مش عاوز يشتغل، ولكنه بياخد باله ان فيه مشاهد خفي بس واحد هو اللي موجود. والاغرب كمان ان هو بيقول له شكرا لانه بفضلك ايقظت مولاتي من سباتها العميق. الواد بياخد الصدمه اكتر من الاول، بيقول مشاهد واحد؟ ده انا كمان ما شفتوش يكتب ولا كلمه من 5 سنين فاتوا، ازاي طيب ده بيحصل؟ بيقول له كمان ان خلاص جه الوقت علشان نبدا بدايه جديده. فكين بيقول له ايه ده بالظبط؟ ده شكله كده بيستهزأ بالكلام بتاعي. ولكن ده بيكمل كلامه بيقول له انا عاوزك كمان تكون قائد كويس في الايام اللي جايه. وعلى طول بعد ما بيقول الكلمتين دول بيخرج من اللايف بتاعه. في نفس اللحظه بقى اللايف بيرجع يشتغل من جديد. الناس اللي موجوده بتقول له ايه ده، هو انت خلصت؟ اما عمنا كيم فهو مش فاهم ازاي ما حدش شاف اي حاجه من اللي حصلت، فبيقول لهم برضو على كل حال فهو ده كان البث الاخير، النهارده اخر لايف. وفجاه من العدم بوابه زرقاء بتبدا تخرج قدامه، نظام غريب بيظهر قدامه ومكتوب فيه لان صد الوحوش بالوحوش والنهج القويم فقد اكتمل الامر. فكيم وهو واقع على الارض بيقول مهاره جديده، ده بيدل على حاجه واحده بس وهي اعاده الاستيقاظ. بيبدا يفتكر كلام القائد لما قال له ان الرتبه ايه ملهاش اي 30 لازمه، مش هتقدر تخليك صياد. بيفتكر كمان كلام الدكتور اللي كان بيكشف عليه علشان يعرف رتبته، وده لما قال له انه في بعض الحالات الاستثنائيه بيجي لها الاستيقاظ المؤخر.
المباشر، ودول بعض الناس اللي بيقولوا مهارات وقوة خزعبلية حرفيا. بيدرك بقى في الوقت ده ان هو استيقظ، يعني قوته هتكون من عالم اخر. بس برضه خلاص جه الوقت بتاعي، جه الوقت علشان اشتغل بمهنة الصياد. انا هسيب اللايف والستريم نهائيا، انا لازم انزل بنفس الارض الواقع واكون الصياد الاقوى على مر العصور. وبالفعل بيبلغ كل من في اللايف ان عصر كيم الصياد الاقوى على الاطلاق سيبدأ الان. وبعد عناء يوم طويل عمنا كيم بيقوم ومش فاهم اي حاجه من اللي حصلت امبارح. هو برضه مش مصدق ان تم استيقاظه من جديد. في نفس الوقت بيظهر له لوحه معلومات جديده بتعرفه عن الاسم والعمر والمهارات وكل حاجه عنده حرفيا. بيكون مصدوم لان قوته لسه زي ما هي ما اتغيرتش برضه. بيقول ازاي هو مش المفروض اصلا ان انا بعد الاستيقاظ ده قوتي تزيد بشكل مرعب؟ ازاي برضه ده ما حصلش؟ انا مش فاهم اي حاجه. لكن فجاه بيظهر له لوحه تانية بيظهر له فيها لو عاوز يعرف المهارات الجديده اللي عنده. فالواد على طول بيوافق من غير ما يتردد، فهو مستني اللحظه دي من بدري اصلا. وكمان بيقول طالما هيكون عندي مهارات جديده فمش مشكله لو السمات عندي قليله. وبعد ما بيدوس القبول بيظهر له مهارات جديده وهي صفقه مع الحاكم او حوار مع الحاكم. فالاستغراب والصدمه كده بيبانوا على وش كيم. بيقول صفقه مع الحاكم او الحوار معاه؟ انا مش فاهم اي حاجه. هو النظام ده ماله كده شكله غبي؟ ولكن مع كل الاحوال انا هدوس اول حاجه على صفقه مع الحاكم، هي المتاحه قدامي دلوقتي. وبالفعل بيدوس تفعيل مهاره صفقه مع الحاكم. ولكن فجأة بيظهر له تنبيه بيقول له العملات الذهبية غير كافية علشان تعمل المهمة دي. فالصدمة والاستغراب بيسيطروا على عمنا كيم من تاني. ايه يا عم هو انت جاي تتصدم بس مش اكتر؟ يا فرحة ما تمت. بيترمي على السرير وبيقول انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، مش عارف هسأل مين عن اللي بيحصل معايا دلوقتي. فانا لو قلت لاي حد مش هيصدقني وهيقول عليا مجنون او عبيط. ولكن فجأة بيقعد على الكرسي وبيفتكر اللي حصل معاه امبارح. بيقول الشخص اللي كان فاتح اللايف امبارح هو اللي كان مركز معايا وكان بيشكرني كمان. وبالفعل بيبدأ على طول بدء البث المباشر، وزي ما توقع بالظبط بينضم المشاهد الاول اللي كان معاه امبارح. بيقول كمان ده هو دخل على طول زي ما يكون كان مستنيني برضه. بيرحب بيه اول ما بيدخل وعلى طول بيخلي البث المباشر خاص، وده علشان مش اي حد يدخل عليهم ويتكلموا على طول ويفهموا كل حاجه من بعضيهم. ساعتها كيم بيفتكر كل حاجه حصلت معاه امبارح وبيقول ان الاستيقاظه او المهاره اللي جات لي دلوقتي حصلت بعد ما هو اتكلم معايا امبارح. فالمشاهد ده طلب منه امبارح ان هو يكون القائد بتاعهم في المستقبل، ومن بعدها على طول حصل الاستيقاظ الكامل لكيم. فمن المؤكد ان هو السبب ورا كل اللي بيحصل معايا دلوقتي. في الواقع بقى كيم بيبدا يتكلم معاه بيقول له انا عارف ان الموضوع ممكن يكون غريب، لكن انا دلوقتي حصل معايا استيقاظ جديد. فانا بسالك دلوقتي لو انت عارف اي حاجه عن الاستيقاظ الجديد اللي حصل معايا. فالمشاهد بيقول له فعلا انا عارف كل حاجه حصلت معاك. كيم في الوقت ده بياخد الصدمه بيقول له زي ما توقعت بالظبط، فهو عارف كل حاجه حصلت معايا. فمن الطبيعي ان الاستيقاظ ده تكون حاجه خارجه عن سيطره البشر، ولان الموضوع خارج طبعا عن سيطره البشر فالمفروض يكون الشخص ده عنده صله بعرش الحاكم. فمن المؤكد دلوقتي هو اللي ايقظ قوته الجديده. بس برضه لو هو اللي عمل كده ايه السبب اللي يخليه يعمل كل ده معايا؟ انا اصبحت مش فاهم اي حاجه من كل اللي بيحصل دلوقتي، ومهما فكرت عن الاسباب او اي حاجه ممكن تخليه يعمل معايا كده انا مش لاقي السبب برضه. في نفس الوقت المشاهد بيدخل لتفكير كيم بيقول له ان الحاكم قد تم اختيارك انت، فانت اللاعب الوحيد اللي قدر يخلي الحاكم يتحرك من مكانه. كيم مستغرب ومش مصدق الكلام اللي بيسمعه. بيقول ايعقل ان كل ده حصل لما اللورد اتحركت من على الكرسي؟ يعني كل اللي بيحصل معايا دلوقتي ده له علاقه بلعبه الهلاك اللي انا كنت بلعبها امبارح بالليل؟ اوبا انت ايه اللي بيحصل معاك بالظبط يا عمنا؟ ساعتها المشاهد بيبدا يتكلم معاه بيقول له انا عارف ان الموضوع دلوقتي ممكن يكون بالنسبه لك غريب، لكنك هتفهم وهتعرف كل حاجة مع الوقت، وبالمهارات اللي عندك كمان هتقدر تتكلم مع الحاكم بشكل مستمر وتفهم كل حاجة. فعمنا كيم بيقول له انا فاهم كل حاجة بس انا دلوقتي مش عارف استخدم المهارات، فانا كل ما اجي استخدمها فيه شروط موجودة مش عارف اعديها. فالحاكم بيقول له بالفعل فانت قبل ما تستخدم مهارة الحوار مع الحاكم لازما الاول تعدي شوية وقت علشان خاطر تقدر تستخدمها. فكيم بيقول له طيب بالنسبة للمهارات التانية فانا لما جيت استخدمها اتضح لي ان انا لازما يكون معايا بعض من العملات الذهبية علشان اقدر استخدمها. فالحاكم بيجي له ايرور كده لبعض الوقت بيقول له عملات ذهبيه، وبيبدا يفتح كتاب بيطلع منه شعاع ذهبي وبيقول له الظاهر كده ان في خطا واحنا مش واخدين بالنا، بس كلها شويه وقت وهتلاقي العملات الذهبيه اتضافت عندك في النظام، وبوجود العملات معاك هتقدر تستخدم المهارات اللي بتظهر قدامك، ومع الوقت زي ما انا ما قلت لك هتفهم كل حاجه بالتفصيل يا كيم، مش عاوزك تستعجل ولا تعمل اي حاجه. وساعتها بيسيبه وبيخرج من البث المباشر كله.
في أرض الواقع بقى كيم كل ده مش مصدق عيونه ولا مصدق اللي بيحصل معاه، بيقول الظاهر كده ان انا في حلم، فكل اللي بيحصل ده مستحيل يكون حقيقة اصلا. بيقول كمان ان كل ده بيوضح ان الشخص اللي كان موجود في البث المباشر له صلة مباشرة بالاستيقاظ اللي حصل معايا، وكمان الشخص اللي بيدعوه بالحاكم ده هل هو صاحب العرش فعلا ولا كل ده حوار ومش حقيقة اصلا. انا اصبحت مش فاهم اي حاجة نهائيا. في نفس اللحظة بيجيله اشعار ان خلاص تم اضافة العملات الذهبية ومجموعها بيكون 50 عملة. ساعتها كيم بيفتح النظام من جديد، بيشوف يقدر يشتري ايه بالعملات الذهبية. بيشوف العفريت العبد ب50 عملة والعفريت المقاتل ب70 عملة، ومنهم اللي ب70 ومنهم اللي ب100 او 130 او 110. فانت قدامك الخيارات كتير وعلى حسب العملات اللي معاك تقدر تشتري اي مقاتل منهم. في وقتها بيلاحظ ان قائمة البيع دي شبه القائمة اللي موجودة في اللعبة بالظبط، فهو كان بيقدر يشتري منها الغيلان او الذئاب او المسوخ اللي موجودة داخل لعبة الهلاك. وبرغم الاختلاف البسيط اللي موجود لكنهم متشابهين تماما. فهل يعقل ان بعد كل اللي حصل معايا ده اكون دخلت جوه لعبة الهلاك وانا مش واخد بالي، او نظام اللعبة الداخلي هو اللي سيطر عليا؟ طيب برضه لو الكلام ده حقيقي فكده هكون قادر ان انا استدعى اي وحش الارض الواقع، ولو قدرت اعمل كده فده هيكون بمثابة صفقة عملاقة بالنسبة لي. فانا ما عنديش القوة القتالية اللازمة علشان اشتغل كصياد، ولو قدرت استدعي الوحوش دي لارض الواقع هتقاتل بالنيابة عني، وفي وقتها هقدر امارس مهنة الصياد وانا بالرتبة ايه. كل ده مش هيكون مشكلة او عائق بالنسبة لي. وبالفعل ساعتها عينه بتروح على العبد اللي ب50 عملة، بيفكر هل هيشتريه ولا لا، ولكن ساعتها عينه بتلمح اللورد اللي كانت قاعدة على الكرسي في اللعبة من جوه. بياخد باله ان هي فعلا اللي قدرت تخلص على كل الوحوش اللي كانت موجودة في ساحة العرش. ولما بيفكر ان هو يشتريها بيلاقي ان سعرها خزعبلي حرفيا، وال50 عملة اللي معاه دول مش هيقدر يعمل بيهم اي حاجة. فبيقول ان هي قوتها مدمرة وكل حاجة، بس بالطريقة دي انا مش هقدر اشتريها ولا اعمل اي حاجة. فالحل الافضل دلوقتي ان انا اعرف الطريقة اللي تخليني اجيب عملات ذهبية واضيفها للنظام بتاعي. وبيبدأ يفكر وبيقول ان انا كنت بقدر احصل على العملات الذهبية لما اقتل الوحوش والغبلين داخل اللعبة، فالمفروض دلوقتي ان انا اشتغل كصياد واقتل الوحوش علشان احصل على عملات ذهبية، ومن خلالها هقدر اشتري اللورد اللي انا عاوزها او الوحوش او اي حاجة حرفيا. وبالفعل ساعتها بيقدر يشتري العفريت العبد بال50 عملة اللي معاه. النظام بيبلغه انه تم الشراء وكمان بيتم الاستدعاء. الواد بيكون مصدوم ومش مصدق ان كل ده بيحصل قدامه، يعني هو كده خلاص قدر يحصل على العفريت العبد بالقوة المهولة اللي ظهرت قدامي دي. الظاهر كده ان انا هكون صياد مش سهل ابدا. وبعد مرور شوية وقت بنشوف عمنا كيم بيروح لنقابة المغامرين، بيروح يسجل اسمه من جديد والرتبة بتاعته. بيبلغ كمان المستضيفة اللي هناك ان هو من الرتبة ايه وكمان هيشتغل لوحده. يعني من الاخر عمنا كيم هيكون لاعب منفرد وهيخلص المهمات بتاعته كلها لوحده هو والوحوش اللي معاه من غير ما حد ما يعرف. فساعتها المستضيفة بتقول له هي دي ليك اول مرة فعلا في استجابة الطلبات. فكيم بيأكد لها فعلا على الكلام، فبتعرف ان دلوقتي في 4 طلبات تقريبا، وبتعرض عليه لو عاوز يروح اي مهمة منهم. فكيم على طول بيوافق، بيشوف المهمة اللي هتكون مناسبة بالنسبة له، وساعتها بالفعل بيختار مهمة يروح فيها لوحده. فالمستضيفة ساعتها بتقول له ان المنطقة دي مش هيكون فيها تدخلات عسكرية لو اي حاجة حصلت معاه، فانت لازم تكون متأكد من القرار اللي هتاخده. فكيم بيقول لها بالفعل انا متأكد من كل حاجة. وبرغم ان هي بتديله المهمة فعلا لكنها بتكون مستغربة لان صياد من الرتبة ايه هيكون ضعيف جدا بالنسبة للمنطقة دي، وغير كده وكمان فهو صمم ان هو يكون لوحده في المهمة. لكنها طبعا بتكبر دماغها، بتقول له حط صباعك على البصمة ويلا اتكل على الله. وبالفعل كيم مش بيكذب خبر وبيتحرك على طول لأول مهمة جديدة بالنسبة له. وبنعرف يا صاحبي بعد كده تفاصيل المهمة، وهي القضاء على الغيلان في الجبل خلف القرية. ساعتها كيم بيكون مكمل مشي وبيدور على المكان بالظبط. الواد زهق من كتر المشي ومش عارف هيعمل ايه ولا هيتصرف ازاي، ولكن ساعتها فجأة راجل عجوز بيظهر قدامه بيقول له اخيرا جيت، انا مش مصدق ان في اي حد من الصيادين جه لحد هنا. وكيم مش مصدق نفسه بيقول له على ايه يا راجل، ده واجب علينا ان احنا نيجي ونساعدكم. فالراجل بيقول له لا لا، ده الموضوع اكبر من كده، ده مفيش اي حد من الصيادين راضي يجي يساعدنا، وبرغم ان الوحوش مسيطرة على المكان ومش عارفين نطلع الجبل لكنهم برضو مش عاوزين يجوا يساعدونا برضو. بس اللي انا مستغرب منه دلوقتي هو انت ازاي جاي لوحدك في المهمة دي؟ انا خايف عليك لا يحصل لك اي حاجة من الغيلان دي يا عم كيم. فكيم بيقول له ما تقلقش، انا هخلص لك على كل الغيلان وترجع تمارس حياتك الطبيعية من تاني. فالراجل بيشكره فعلا وبيقول له يلا روح ربنا معاك. كيم بقى بيكمل ماشي زي ما هو في الغابة، وبيقول بعد كلام العجوز الخطير عن الغيلان دي انا بقيت خايف لا يحصل اي حاجة فعلا معايا، بس انا برضو لازم اكمل المهمة دي علشان خاطر احصل على عملات ذهبية واطور من قوتي. واول ما بيوصل للغابة بيشوف مجموعة من الغيلان الخضرة واقفين يشربوا مية ويتشمسوا ويلعبوا مع بعضيهم. ده ايه الجمال والروقان دول يا عم انت وهو؟ فالواد بيكون مستغرب ومصدوم زيه بالظبط، بيقول ازاي مجموعة من الغيلان وبيعملوا كده اصلا، ده ناقص ياخدوا تان كمان تحت الشمس.
في الوقت ده بيبدأ يستدعي النظام من جديد، بيخرج كرة وبيمسكها من ايده، بيبدأ يستعدوا ببوم ضربة قوية جدا باتجاه الغيلان، لكن فاكر ان هي هتعمل معاهم حاجة. لا والله، ده لو اخويا الصغير كان خلص عليهم في لمحة عين. الواد بيكون مصدوم ان قوته ضعيفة للدرجة دي، اما الغيلان بيقولوا هجوم؟ انت قد اللي انت عملته ده، احنا هنخلص عليك وهنعلمك الادب دلوقتي. بيتعصبوا اكتر والواد مش عارف هيتصرف ازاي ولا هيعمل ايه، وبيقول في نفسه خلاص كده الوضع دلوقتي هيخرج عن السيطرة، فما فيش اي حل قدامي دلوقتي غير ان انا اقتل الوحوش دي واللي يحصل. وبتبدا الغيلان فعلا الهجوم عليه بسرعة ضارية. كيم هو كمان بيبدا يستعد للهجوم عليهم، ولكن فجأة من العدم بيظهر قدامهم العفريت العبد، وبوم ضربة صحكة منه بتدمرهم حرفيا. وكيم اول ما بيشوفه بيفتكر كل اللي حصل معاه داخل اللعبة، بيقول ان في لعبة صد الوحوش بالوحوش انا اول مرة اشتريت العفريت العبد ده فعلا، ولكني مع الوقت كنت بطور من قوته بشكل مستمر، قدرت اخلي قوته تعدي الليفل 100، فانا اشتريت له كل المعدات سواء سيوف او جلود او اي حاجة تطور من قوته. وبنعرف كمان يا صاحبي ان العفريت ده اسمه غونو، وعلى طول بيتم تفعيل الميزة الخاصة بالعفريت غونو، استدعاء اول مخزون وحش تم توظيفه، وبالفعل ساعتها بيستخدم كل قوته، بيبدا يقتل في كل الوحوش اللي قدامه، بيدمرهم واحد ورا التاني، مش بيتبقى غير واحد ومصدوم ومش مصدق اللي بيحصل قدام عيونه، بيحاول يهرب من المكان، بيكون واقف والخوف والرعب باينين على وشه، بيقرر يهرب من المكان هو كمان قبل ما يموت. بس انت تفتكر ان العفريت غونو هيسيبه يهرب بالسهولة دي؟ لا والله، بينطلق وراه بكل سرعته، بينزل عليه بضربة صاحكة بكل معنى تحمله الكلمة، بيدمروا الاشلاء حرفيا. كيم هو كمان بيكون واقف مصدوم ومش مصدق عيونه، بيقول ازاي هو غونو فعلا كان عنده كل القوة دي؟ الظاهر كده ان انا ما كنتش عارف استخدم قوته صح داخل اللعبة. بعدها العفريت غونو بيبدا يقرب منه واحدة واحدة، بيقول له خلاص تمت المهمة بنجاح. اما كيم بيحييه وبيقول له برافو عليك، انت قدرت تتخلص على الوحوش في لمحة عين. لا وكمان بعدها النظام بيظهر له من جديد، بيقول له ان مودة غونو دلوقتي وصلت 20، ولما تقدر توصل ل 100 هتحصل على مهارة جديدة تضاف للنظام بتاعك. فكيم بيقول مهارة جديدة؟ اذا كان كده مش مشكلة نطور من المودة بتاعته، انا ما عنديش اي مشكلة اعمل اي حاجة علشان ازود المهارات بتاعتي. وبعد شوية الكلام والمشاعر الحلوة دي بترتفع مودة غونو 10 درجات، يعني هم الاول كانوا 20 ودلوقتي 10، يعني مجموعهم الكامل 30. وبعد شوية الكلام اللي ملهمش لازمة دول بيقول على كل حال بعد شوية الوحوش اللي احنا قتلناهم دول مش المفروض يكون في غنائم او جوائز نلاقيها بعد ما اقتلهم؟ المفروض ان الذهب او عملات النظام احصل عليها بعد كل معركة. فعلى طول غونو بيسمع الكلام منه وبيروح لجثث الوحوش، بيبدأ البحث والتنقيب عن الجواهر اللي معاهم. كيم بيكون مستغرب ومش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، ولكن العفريت بيقرب منه وبيديله الجواهر اللي قدر يلاقيها معاهم. وبنعرف ان الحجارة اللي معاه دي عبارة عن 3 احجار من احجار المانا، وبمجرد ما كيم بياخد باله بتظهر وراه بوابة من النظام وبيرمي فيها الحجارة دي، وبيتم ايداع 30 عملة ذهبية في القلعة بتاعته. فكيم دلوقتي بيقول انا فهمت كل حاجة. فالواقع دلوقتي على خلاف اللعبة تماما. في الواقع بعد ما بيتم اصطياد الوحوش بتخرج احجار المانا بدل من الغنائم اللي انا كنت باخدها في اللعبة، وطبعا لما باعها زي ما عملت دلوقتي هقدر احصل على العملات الذهبية بتاعتي وتضاف للنظام. وبعد ما كيم بيفهم كل حاجة بيشكر العفريت على كل اللي عمله معاه النهاردة، وطبعا كل ده بيزود من المودة بتاعته. ومش بيعدي وقت كتير والاتنين بيبداوا يحسوا بشعور غريب، بيحسوا ان في حاجه موجوده في الغابه، لا وكمان الخطر ده بيقرب منهم واحده واحده. فايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو لسه في وحوش موجوده في الغابه واحنا ما نعرفش؟ كيم هو كمان بيقول ان ده مش عفريت، لا دي الظاهر ان هي حاجه اضخم بكتير وبتقرب منهم واحده واحده ورا التانيه. فجاه وحش عملاق بيظهر قدام عيونهم، الواد كيم مش مصدق قدامه، فجاه بيلاقي وحش عملاق ده قالع شجره من الغابه وماسكها حاططها على كتفه كمان. بيعرفنا ان هو كمان مش وحش عادي، فهو اصلا من الرتبه بي، فازاي يكون موجود في مهمه من الرتبه ايه؟ كيم هو كمان بيبدا يحلل الموقف وبيبص على جسم الوحش، بيقول الظاهر كده ان هو كان في قتال من قريب، فهو عنده جروح وخدوش ظاهره جدا، الظاهر كده ان القتال ده كان من قريب. والمصيبه الاكبر دلوقتي كمان ان مفيش غير 3 دقايق على عوده غونو للقلعه من جديد، ولو ما قدرناش نخلص عليه فدي بكل تاكيد هتكون نهايتي. اما العفريت غونو مش بيضيع وقت اكتر من كده، بيبدا يتحرك اتجاه الغول اللي واقف قدامه. كيم بيحاول يوقفه علشان خاطر ما يروحش يموت هو كمان، ولكن غونو بيبص له كده بنظره كلها ثقه، اللي هو من الاخر كده سيبني انا عارف انا بعمل ايه كويس. فكيم بيفهم وبيقول له خلاص توكل على الله، انا عاوزك تدشمله حرفيا. وبالفعل غونو بيبدا عليه هجوم بكل قوته، بيدشمل فيه واحده ورا الثانيه والغول مش قادر يلمسه، بيحاول يهجم عليه لكنه برضه بيتفادى الهجوم. غونو بيطير لفوق وبيحاول يهجم عليه بالضربه القاضيه، وبالفعل اول ما بينزل عليه عينك ما تشوف الا النور، الغول اللي عامل زي الجحش ده بيقع على الارض ومش قادر يتحرك. وكيم وانا حرفيا مصدومين ومش مصدقين عيوننا.
مهمة، فحتة العفريت الصغير اللي ملهوش اي 30 لازمة ده بيقدر يخلص على غول عملاق. كيم طبعا بيشكره على المواجهة العظيمة اللي قدر يعملها دي، وقبل ما يدخل البوابة علشان فاضل 5 ثواني على العودة من تاني بيديله حجر المانا اللي قدر يلاقيه مع الغول، وبالفعل هو بياخد الحجر من هنا والعفريت بيختفي، وبنعرف ان هو علشان خاطر يستدعيه لازم يعدي 24 ساعة كاملين، وفي نفس اللحظة كمان بتظهر له البوابة علشان خاطر يرمي فيها حجر المانا. بيرمي الحجر فعلا وبيتم ايداع 100 عملة ذهبية من داخل قلعة الحاكم، والمجموع الحالي دلوقتي للذهب مع كيم هو 130 عملة، وبسبب ان هو قدر يقتل غول من الرتبة بيه فهو كده هيحصل على مكافأة إضافية. الواد بيستغرب كده وبيقول مكافأة إضافية؟ على كل حال ماشي. وبنعرف ان قلعة الحاكم ادت له تذكرة سحب مميزة. بيعرفنا كيم ان تذكرة السحب دي كانت بتخليه يقدر يحصل على الادوات النادرة في لعبة صد الوحوش بالوحوش، ومع انها بطاقة نادرة ومميزة لكن سمعتها كانت سيئة بين اللاعبين كلهم. وبالفعل ساعتها بيبدأ يستخدم البطاقة دي وبيظهر له صندوق غريب من العدم، بيقول بقى هي دي التذكرة سيئة السمعة؟ وعلى كل حال فأي حاجة تجيلي منها دلوقتي انا المستفاد. ووقت ما هو بيستعد علشان يتم السحب فجأة بيسمع صوت حد بيقرب منه واحدة واحدة، والظاهر كده ان هو حد بشري. بيلاقي مجموعة من المغامرين بيهربوا ناحيتهم وبيصرخوا بأعلى صوت. بيلاحظوا ان آثار الغول موجودة في المكان. بيقولوا هو ايه اللي حصل بالظبط؟ فبيلاقوا انه كيم واقف قدامهم بكل عظمته. واحدة منهم بتقرب بتقول بقى هو ده الشخص اللي قدر يقتله. وبنعرف ان المجموعة دي تابعة لنقابة فون غبايك، وهي دي قائدة الفريق الثاني من الرتبة ايه. فكيم بيقول الظاهر كده ان النقابة دي هي اللي كانت بتطارد الغول من البداية. الظاهر كده ان الدنيا بدأت تتقلب ضدي. وقبل ما يكمل تفكير مع نفسه بيلاقيهم بيقربوا منه اكتر واكتر. القائدة بتقول له احنا من نقابة فون غبايك، والغول ده احنا كنا بنطارده لان هو كان نادر الوجود. انا عاوزك دلوقتي تعرفني هو انت اللي قتلت الوحش ده ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ كيم في نفسه بيقول صح كان بجد، هم هيصدقوني فعلا لو قلت لهم ان انا اللي قتلت الوحش بتاعهم؟ يا ترى انا هخرج ازاي من المصيبة اللي انا وقعت فيها نفسي دي؟ المهم القائدة بتكمل كلام مع نفسها، بتقول هو فعلا قدر يخلص على الغول ده ويمسكه بنفسه، فمهما كانت جروح واصابات الغول ده فهو وحش برضه من فئة البي واعلى كمان، في حين ان احنا الثلاثة من فئة البي برضه، ولكننا ما قدرناش نعمل معاه اي حاجة نهائيا. فالظاهر ان المقاتل اللي قدامنا ده من فئة الاي على الاقل، او ممكن يكون اعلى من كده كمان. اما في الوقت الحالي فهي بتحاول تكون علاقة مع صاحبنا كيم، بتسلم عليه علشان خاطر تعرف بنفسها، والاتنين فعلا بيسلموا على بعض وبيعرفوا بنفسهم. في نفس الوقت بنلاحظ على البنت الاستغراب، والظاهر كده ان هي كمان تم ايقاظ قوتها، لان احنا بنلاحظ حاجه زي الحاكم اللي موجود عند كيم وبيقول لها ان صاحب السمو مهتم بالشخص اللي واقف قدامك دلوقتي. فبتكمل تفكير مع نفسها وبتقول حتى لو كان مهتم فالشخص اللي واقف قدامي دلوقتي هيئته بتدل ان هو شخص عادي ملهوش اي 30 لازمه. ولكن بيجي باقي الفريق وبيقطعها عن التفكير، بيسالوا كيم وبيقولوا له هو انت فعلا اللي قدرت تهزم الغول ده؟ فبيقول لهم بكل تاكيد انا اللي خلصت عليه وقتلته. ولكن ساعتها القائده لما بتسمع الكلام بتقول الظاهر كده ان هو مخبي حاجه واحنا مش عارفينها، وبتقول له فعلا هو ده الغول اللي قدر يهرب مننا، احنا كنا خايفين لا يأذي اي حد موجود في الغابه، بس واضح كده ان احنا كنا محظوظين علشان انت قدرت تتخلص عليه. بس برضه ده مش حظ حلو، لان الشخص اللي قدامنا دلوقتي هو اكيد مخبي حاجه احنا مش عارفينها، لان وحش بالقوه دي احنا الثلاثه ما نقدرش نهزمه، مستحيل على شخص واحد زي ده يقدر يهزمه. الظاهر كده ان في حاجه احنا لسه مش عارفينها، وعلشان كده يا عم كيم احنا هنتنازل عن اي حاجه بخصوص الغول. فالواد بيستغرب كده بيقول لها تنازل؟ فبتقول له ايوه هنتنازل، والنقابه بتاعتنا كمان هتساعدك في التخلص من الجثه وتسوي الحسابات كمان، فانت اللي قدرت تتخلص على الغول بالنيابه عنا كلنا. فكيم بيقول لهم فعلا انتوا بتتكلموا بجد؟ وفي نفسه بيقول انا قدرت استولى على فريسه النقابه، فهم ازاي اصلا كده هيسامحوني وكمان هيساعدوني؟ بس في نفس الوقت القائده بتقول له بس في حاجه في المقابل طبعا، والغريب والصدمه الاكبر بالنسبه لي والكل اللي موجودين في المكان بتطلب منه رقم التليفون بتاعه. لا بقول لها ايه ده؟ هو انت بتتكلمي بجد؟ يعني انت عاوزه رقم التليفون بس ورقمي انا كمان؟ فعمنا كيم طبعا مش بيرضى يحرجها قدام اي حد، بيديها رقم التليفون وبعدين بيرجع للراجل اللي شافه في القريه. الراجل بيفضل يشكر فيه وبيقول له والله العظيم مش عارف اودي جميلك ده فين، لولاك احنا ما كناش هنقدر نرجع للجبل من جديد، فانت بذلت مجهود كبير جدا، علشان كده انا هقدم لك اي حاجه انت تحتاجها. فكيم بيقول له لا لا ولا اي حاجه، انا طالب منك حاجه واحده بس، في مكان مشهور هنا في القريه ويدعى السوريانوبي، انا عاوزك تعرفنا على المكان ده. وبالفعل الراجل العجوز بيوصف له الطريق، بيقول له لو فضلت ماشي كده فنهايه الطريق ده هتوديك عند المكان اللي انت عاوزه. وبالفعل عمنا كيم بيسمع منه الكلام وبيكمل ماشي زي ما هو. وبنعرف ان المعروف عن المكان ده ان الحظ بيكون فيه عالي جدا، ولكن برغم الاشاعات اللي بتتقال دي كيم بيقول انا مش بصدق بالخرافات، لكني برضه هكمل وهمشي تبع الكلام اللي بيتقال. وبالفعل بيوصل لهناك، بيطلع الصندوق بتاع التذكره الذهبيه وبيقول انا هحاول يمكن اقدر احصل على سلاح نادر ولا حاجه. وقبل ما يفتح الصندوق خلاص بيجيله رساله على التليفون بتاعه، بنعرف ان هي رساله من قائده الفريق اللي كانت معاه شويه والتي تدعى
اسمها يون سوا، بتعرفه بنفسها وبتقول له خلاص انا وصلت النقابه وقريب جدا هنساعدك في التخلص من جثه الغول. فكيم بيستغرب جدا، بيقول غريبه ان هي تتصل من الرقم الشخصي بتاعها ومش من رقم النقابه. ولكن على كل حال دلوقتي خلونا نفتح المكافاه بتاعتي، فانا ما كنتش متوقع ان انا اشوف الصندوق ده في حياتي ابدا. بيبدا يفتح في الصندوق وكل امله انه يطلع له حاجه من المستوى العالي، وبالفعل بيفتح الصندوق بالقصيمه الذهبيه. فجاه شعاع ذهبي ضخم جدا بيظهر من الصندوق، والصدمه الاكبر يا صاحبي ان مش بتطلع له حاجه بس من فات الايه، ده حاجه لونها احمر من فات الاس. يا ابن المحظوظه، يا رب حظ من حظك ده يا عم. الواد مش مصدق نفسه، وبعدها على طول بيرجع للبيت من جديد. بيقول ان في مشكله ظهرت معايا ما كانتش في الحسبان نهائيا، فانا دلوقتي فهمت ازاي اقدر احصل على القطعه الذهبيه. ولكن دلوقتي لما بفتح القائمه بتاع توظيف الوحوش مش بلاقي اختيارات كتير من الوحوش علشان اقدر اوظفها معايا، وكل اللي موجود قدامه دلوقتي العفريت المقاتل واللي تكلفته بتوصل ل 70 قطعه ذهبيه بس، انما الغول الهائج بيكلف 420 عمله ذهبيه كاملين للتوظيف، وانا طبعا مش معايا رقم زي ده، ولو فضلت بالحال ده مستوايا مش هيعلى في اسرع وقت ممكن. بس في المقابل الوحوش اللي انا قدرت اقبض عليها هقدر ان انا اوظفها معايا في اسرع وقت. ودلوقتي انا فهمت كل حاجه بخصوص توظيف الوحوش، انما الحل التاني علشان خاطر اوظف وحوش تانية هو ان انا اقدر اصطادها في ارض الواقع حقيقي، ودي حاجه هتكون صعبه جدا بالنسبه لي لان قوتي ضعيفه جدا. بعدها بنشوف ان اكتمال استخدام قصيمة السحب المميز خلاص تم، وبنعرف ان هي نظارة البيهلودرا، وهي نظارة تم تطويرها من احد الكهنة، فبصره كان ضعيف فقدر يصنع النظارة دي واللي قدرت تخليه يشوف اي حاجة حرفيا. وعمنا كيم لو قدر يستخدم النظارة صح فهو يحصل على عين الحكيم. ده كمان النظارة اللي معاه دي عنصر من فئة الفريد، وهو عنصر عالي جدا محدش قدر يحصل عليه قبل كده في الحياة. وبنعرف كمان يا صاحبي ان هو ما حصلش على النظارة بس، ده قدر يحصل على درع وخاتم والكأس المقدس. يا ابن اللعيبة، كل دي جوائز قدرت تحصل عليها من اول قصيمه ذهبيه. انا مش عارف ايه الحظ ده كله. الظاهر كده بعد كلامي ده انا اللي هحسدك يا عم كيم والله. بعدها بيلبس النضاره فعلا، بيبدا يستخدمها وبيحاول يشوف ايه اللي هيحصل معاه. فجاه الواد بيحس بشعور غريب جدا وبتظهر قدامه قائمه الحاله واللي بيعرف منها القدرات والقوه اللي عنده والمهارات. فهو كده خلاص قدر يحصل على 3 مهارات، والقدرات زادت عنده بشكل ملحوظ. واهم قدره والفريده من نوعها هي نضاره عين الحكيم، واللي بتخليه يقدر يشوف قدرات الاهداف ومهارات اللي قدامه. ولكن في المقابل هو ما يقدرش يستخدم المهارة دي غير مرتين بس في اليوم، ومش على اي حد كمان، دي بالاخص على فئة السي بس مش اكتر. فالواد اول ما بيشوف القايمة اللي قدامه بيكون مبهور، فقدراته ومهاراته ارتفعت ل5 نقاط، وبيقول انا مش مصدق نفسي، لا ما كنتش متوقع ان قطعة فريدة واحدة بس ترفع من قوتي ومهاراتي بالطريقة دي. في نفس الوقت بقى عمنا كيم بيكون فرحان جدا لان مهارة عين الحكيم ده هو كان بيدور عليها من زمن بعيد، فهي تساعده يعرف مهارات وقوة العدو اللي قدامه، ومن خلال كده هيقدر يعرف اذا كان هيهزم الوحش اللي قدامه او العدو او لا. وده طبعا يا صاحبي هيسهل عليه صيد الوحوش او صيد الكائنات اللي قدامه. بعد ما بيلعن الضربة بيبدا يفكر مع نفسه، بيقول هو ليه تم اختياري انا علشان يتم ايقاظ قوتي؟ انا مش فاهم ليه السبب برضه لحد دلوقتي. لكن فجأة بيظهر قدامه قائمة حمراء مكتوب فيها استعد للدفاع، الموجة على وشك ان تبدا الان. الواد مصدوم ومش فاهم اي حاجة بتحصل قدامه، وكل اللي بيظهر قدامه دلوقتي تحذيرات في كل مكان، مش فاهم وبيحاول يدرك الموقف اللي قدامه قبل ما الدنيا تبوظ. فجأة لوحة كبيرة جدا بتظهر قدام عيونه وبيقول ان دي لعبة صد الوحوش، بيعرف من خلالها ان بعد 10 دقايق هتبدأ المواجهة رقم 701 من الوحوش. استعد للدفاع يا كيم. الواد مصدوم وعيونه مبرقة وبيقول استعد للدفاع. هم لو كانوا قصدهم بالوحوش فهم كده يقصدوا فعلا صد الوحوش. فجأة وحوش وتنانين عملاقة جدا بتظهر قدامه، والظاهر كده ان لعبة الهلاك عاوزة الواد يخلص على كل الوحوش دلوقتي. بيحاول يدور على اي طريقة للرفض لكن بدون اي فائدة ترجى، وفي حالة الفشل للدفاع عن القلعة فكل الاعداء والوحوش اللي ظهروا قدامه دول هيحتلوا القلعة بتاعته بالكامل، وفي وقتها تختفي كل القدرات والمهارات اللي عنده، هيتدمر العالم الحالي بالكامل. يا دي النيلة السوداء يا كيم، يعني علشان خاطر تطور مهاراتك وقوتك وتدخل نظام جديد تدمر العالم الحالي؟ انا لو شفتك اموتك يلا. بعدها كيم بيحاول يستوعب الكلام اللي هو شافه، يعني ازاي يخسر في لعبة ويلاقي العالم كله بيتدمر في الحقيقة؟ اكيد في حاجة بتحصل غلط انا مش فاهمها. وكل اللي نازل على النظام دلوقتي ان هو لازم يستعد قبل مواجهة الوحوش، وخلاص عدى من ال10 دقايق دقيقة كاملة، يعني فضل 9 دقايق يقعد يستعد فيهم. فكيم بيستوعب الموقف وبيقول ان الاهم دلوقتي ان انا اعرف الطريقة المناسبة علشان اقدر اصد هجمات الوحوش. فلعبة صد الوحوش بالوحوش هي لعبة دفاع بسيطة وبتعتمد على حماية الحصن من جحافل الوحوش، اما الصعوبة الحقيقية
النهائيه في اللعبه دي ان انا اعرف احط خطه محكمه علشان اقدر اصد الهجمات كلها، فالامر مش مجرد نشر الوحوش وبس، فالمفروض عليا ان انا اوظف منشات الحصن الدفاعيه على احسن وجه، واضيف على كل ده العناصر المتنوعه وباستخدام عناصر كتيره ما حدش يقدر يتصدى ليها، ووضع الاستراتيجيات والتكتيك المناسب للوقت. هي دي هتكون زتونه الموضوع اللي هتخليني اقدر اوقف جميع الوحوش قبل ما يدمروا القلعه. بيفتح لوحه المعلومات وساعتها بيبدا يشوف كل القوات اللي متاحه قدامه، بيعرض كل الوحوش وبيبدا يحطهم واحد ورا الثاني في القلعه، والمتاح قدامه دلوقتي واحد عفريت العبد، وثلاثه من العفريت المقاتل، وواحد الغول الهائج اللي قتله الاخير في الغابه، وهم دول كل الوحوش اللي موجودين دلوقتي مع عمنا كيم. فيا ترى هيقدر يهزم الوحوش كلهم قبل ما يخلصوا على القلعه ويدمروا العالم، ولا هيدمروا القلعه وكل شيء هينتهي؟ فكيم بيحاول يشغل دماغه اكتر، بيلاحظ ان لسه معاه شويه عملات ذهبيه، فبيفكر ان هو يشتري بيهم شويه وحوش تانيين يساعدوه في المعركه، ولكن لما بيحاول النظام بيرفض وبيقول له ان خلاص الهجوم بدا، فما ينفعش ان انت تشتري اي وحش في الوقت الراهن. فبعد ما كان عنده امل ضعيف كل حاجه بترجع زي ما كانت، كأن النظام نفسه بيقول له انت خلاص هتتهزم يا عم كيم. وبالفعل بيبدا الهجوم على عمنا كيم، واللي بيكون بقياده الكونت غولار، وبيكون معاه فرقه تدعى نابي. بيحضر في المكان الكونت غولار، بيكون معاه 40 وحش من فيت الوايفرين و20 من اشباه التنانين، واجمالي الوحوش اللي كاملين في المنطقه دلوقتي هم 61. هتقول لي 61 ازاي لما هم 40 و20؟ فهقول لك ان الكونت غولار هو وحش في الاساس من فئه ال6 نجوم. يا نهار ابيض، دي هتكون نهايتك فعلا خلاص انت والعالم يا عم كيم. فعدد النجوم كل ما بتزيد اصلا بتدل على قوه المقاتل اللي قدامك، ومش بس هو اللي 6 نجوم، ده باقي الوحوش ال60 التانيين كل وحش فيهم من فئه ال5 نجوم. يعني انت قول على نفسك يا رحمن يا رحيم انت معاك غول من فئه ال3 نجوم، والعفريت المقاتل من فئه النجمه الواحده. يعني انت كده خلاص في عداد الموت حرفيا مطالب ان انت تخلص على ال61 وحش من فئه ال6 وال5 نجوم. وحتى لو حاولت ان انت تصد الهجوم بس مش اكتر، فكل ده هيكون صعب بالنسبه ليك انت والجنود بتاعتك. واللي زاد الطين بله اكتر من كده ان انا مش معايا ذهب اضافي علشان خاطر ازود خطط استراتيجيه في المكان. ولكن على غير المتوقع النظام بيظهر له من جديد وبيقول له بصفتك اللاعب الوحيد دلوقتي في المكان فانت هيكون ليك ميزه اضافيه، هتقدر تختار هيكل دفاع واحد وعنصر واحد، وسيتم تسليم العنصر لجميع القوات، ولكن هيتم اختصار ارتدائه على موضع واحد بس مش اكتر. فالواد بيقول ايه ده ميزه؟ يعني انا كده هقدر اختار هيكل دفاع واحد وعنصر واحد؟ ده ايه الدلع يا عم ده كله؟ بس على غير المتوقع كيم بيقول هيكل وعنصر واحد؟ هو انت عاوزني في قتال المواجهه ال701 بالهيكل وعنصر واحد؟ ده ايه الهزار اللي بيحصل ده؟ انا كده نسبه انتصاري هتكون ضئيله جدا، ولكن بصفتي خبير في اللعبه الفاسده دي فانا عندي حيل الخاصه اللي هقدر اكسب بيها المعركه. بيبتسم ابتسامه خبيثه كده وشكله ناوي على حاجه احنا مش عارفينها. بيقول في نفسه انا قضيت وقت كبير جدا قاعد بلعب اللعبه دي، انا عارف وفاهم فيها كل حاجه كويس جدا، فانا هجمع كل خبراتي وكل قواتي اللي اتعلمتها في السنين اللي فاتت، هدمر كل الوحوش اللي قدامي ولازم اطلع كسبان من قلب المعركه. انا بالمستين دول هدمر اي شيء يقف في طريقي. وبالفعل بيعدي ال10 دقايق كاملين وبيبدا التنين واشباههم بالهجوم على عمنا كيم. كل الوحوش اللي موجوده في المكان بتهجم على القلعه بكل قوتهم، بيدمروا فيها يمين وشمال. بس انت فاكر ان كيم مش مستعد للموضوع ده اصلا؟ ده بيطلع ان هو عمل حاجز كبير حوالين القلعه كلها، حاجز يدعى بالابديه، حاجز جبار، لكن علشان تقدر تستخدمه فهو ليه الشروط الخاصه للاستخدام. الله على خبرتك وذكائك يا عم كيم. بس انت تفتكر ان الحاجز ده هيوقف التنانين والهجوم؟ لا والله، ده بينقضوا عليه وهجمات لهب من كل مكان بيحاولوا يدمروا فيه. بس على مين يابا؟ الجدار بيفضل ثابت ومفيش اي حاجه بتحصل له نهائيا. كيم بيقول لهم براحتكم اهجموا زي ما تهجموا، فالهجوم مش هيأثر نهائيا على الحاجز مهما عملته. حتى لو وصل الامر ان ال61 وحش يهجموا في نفس الوقت فكل ده مش هيعمل اي حاجه نهائيا في الجدار او القلعه. وحتى لو الدرع ده اتأثر او اي حاجه حصلت فانا عندي الخطه البديله طبعا، وهو نقد محموم. وبنعرف ان الحاجز بيستعيد المتانه بتاعته الكامله مقابل كل نقده او ضربه واحده. بمعنى يا صاحبي او الواضح كده انت كل ما تضرب او تعمل اي حاجه فقوه الدرع ده بتزيد للضعف بس مش اكتر، فانت كده ما بتعملش اي حاجه نهائيا، يعني ضرباتك بلا اي فائده، الدفاع هيفضل مستقر وانت اللي هتتعب من الهجمات اللي انت بتنفذها. اما دلوقتي فكيم مطالب ان هو يخلص على كل الوحوش، او بالاصح يلاقي الخطه المناسبه علشان يدمرهم كلهم بضربه واحده. ساعتها بقى بتجيله فكره، بيبدا يستخدم عنصر يدعى ملعقه هاكان، وده عنصر من فئه الايه، والعنصر اللي هو المعلقه اللي ملهوش اي 30 لازمه المفروض يا صاحبي بيقدر يسبب ضرر كبير جدا للتنانين اللي طايره في السماء. انا مش فاهم ازاي والله، يعني حته معلقه تسبب ضرر للتنانين؟ عشت وشفت يا جدع. بتفضل العفاريت تهجم على كل التنانين اللي موجوده في المكان، وكيم بيقولوا ان العفاريت لو فضلت تهجم بالطريقه دي فمصير
مصير التنانين كلهم الموت لا محاله، كلها 60 ساعه لازم استمر في الهجوم والدفاع في نفس الوقت، ولو قدرت محافظ على الهجوم والدفاع فخلال ال60 ساعه هكون دمرت كل شيء في المكان وهطلع انا الكسبان والم الغنايم واكون حافظت على العالم البشري كمان. الله على تفكيرك وذكائك يا عم كيم. وبالفعل كيم بيبدا يرمم الحاجز بالكامل، بيحاول يرجع اي حاجه تتضرر لوضعها الطبيعي، فهو مش عاوز يسقط قبل ال60 ساعه وكل شيء ينتهي. بتفضل الهجمات مستمره يمين في شمال على القلعه وعلى كيم، لكن الواد بيكون صامد بيقدر يسد كل الضربات، وفي نفس الوقت بيكمل هجوم بالعفاريت الصغيره بالمعالق كمان. بس الاغرب دلوقتي انه لما بيحاول يشرب شويه ميه ما بيقدرش يتحرك من مكانه، بيفهم ان النظام بيجبره ان هو يفضل واقف مكانه 60 ساعه، يعني الواد مش هيقدر يشرب ولا يتحرك غير لما يخلص المعركه دي نهائيا. التنانين طبعا بيستغلوا الموضوع ده وبيبداوا هجوم شرس اكتر من الاول، بيحاولوا تدمير في كل شيء، لكن الواد بيبتسم ابتسامه خبيثه كده بيقول لهم ايوه هو ده الحماس اللي انا كنت بدور عليه من زمان. فبرغم ان انا عارف ان الوقت كبير جدا اللي هو 60 ساعه، لكني هفضل مستمر، ودلوقتي خلاص عدى 3 ساعات، يعني فاضل 57 ساعه بس واكون انتصرت وكسبت المعركه. انا هفضل مستمر وهنشوف مين اللي هيضحك وهيفوز في نهايه اليوم. المهم بقى بيفضل كيم مستمر في الهجوم بشكل مستمر، بيعدي 12 ساعه كاملين من ال60 ساعه، ولكن بيكون باين على الواد التعب بشكل مرهق جدا، فهو مش قادر يقف على رجليه اكتر من كده، ولكن برغم التعب فهو بيقول انا لازم افضل مستمر في الهجوم، حتما ولا بد بالهجمات دي انا هخلص عليهم وهوقعهم واحد ورا التاني. بس قول لي ازاي، قول لي ازاي يا كيم هتقدر تفضل واقف على رجليك ال 48 ساعه اللي باقيين؟ ده انت يا دوبك خلصت على 2 بس من الوحوش، يعني فاضل لك 59 وحشه. بس برغم كل ده برضه فالواد بيفضل يشجع في نفسه اكتر من كده، بيقول انا هفضل مستمر لحد ما اخلص عليهم واحد ورا التاني. بيتبقى 56 وحشه وبيفضل مكمل هجمات بشكل مستمر ورا بعضيهم، بيتحامل على نفسه بيقتل في الوحوش واحد ورا التاني بكل قوته، وبالفعل بيفضل مكمل الهجمات دي لحد ما بيتبقى 2 بس من ال61. ولكن فجأة وعلى غير المتوقع النظام بيبدأ يخرج له رسالة تحذير بشكل مستمر، وقائد السرب وتنين عملاق بيهجموا بضربة مدمرة حرفيا، بيوجهوا ضربة قوية جدا للحصنة. ساعتها بيظهر إشعار تاني بيقول له إنه كده خلاص قوة الحاجز بالكامل نفذت، يعني كده الحاجز اتدمر بالكامل. كيم واقف مصدوم ومش مصدق بيقول يا للمصيبة، أنا هي لحظة واحدة بس اللي عينيا غفلت فيها، ودلوقتي لو ما قدرتش أصلح كل اللي حصل فكل شيء هيتدمر وكل التعب اللي أنا تعبته هيروح على الأرض. غونو ساعتها بياخد المطرقة بتاعته وبيطلع يجري بكل سرعته باتجاه التنين. كيم بيفضل ينادي عليه بس ده مكمل بيحاول يهجم على التنين. بس انت بتعمل ايه يا معلم؟ التنين بيفتح بقه بوم ضربة قوية جدا، بس على غير المتوقع واللي صدمنا كلنا انه غونو هو اللي قدر يدمر التنين بالكامل. محدش مصدق عيونه حرفيا، وبكده كيم بيكون خلص كل الوحوش في ال61 ساعة. الواد عيونه مبرقة ومصدوم ومش مصدق عيونه اصلا، ازاي هو قدر يخلص عليهم بالضربة الواحدة دي. بس على كل حال انا مبسوط ان انا قدرت اخلص على ال61 وحشة. ساعتها الواد بيقع على الارض ومغمى عليه، شوف اديله كام ساعة واقف على رجليه ومش عارف يتحرك. بتعرض له المكافآت اللي قدر يحصل عليها بعد المعركة، وبتقول له كمان ان انت كنت قوي جدا في المعركة يا كيم، وقدر يحصل على غرض عظام الوايفرين بنسبة 20 وحصل على 5 من قلب التنين. فكيم بيقول هي دي مش المفروض غنائم الوحوش؟ طيب هي بتستخدم في ايه برضه؟ انا مش فاهم لحد دلوقتي. الظاهر كده ان ليها استخدام خاص بس انا ما اعرفش. اما دلوقتي فاضل 3 شروط لفك قفل مهارة الحوار مع الحاكم، والشروط المكتملة حاليا صد موجة الوحوش خلاص مكتملة، واللعب الاكتر من 50 ساعة برضه مكتملة، وعند اتمام الشرط الثالث القادم سيتم فك قفل الحوار مع الحاكم. بس بيرجع يسأل نفسه سؤال، هي ليه شروط كتيرة لفك القفل ده؟ ولكن برضه ما فيش اي مشكلة، فانا خلاص قدرت افك شرطين وفي اقرب وقت ممكن هقدر استخدم المهارة دي. ساعتها النظام بيكافئه بيقول له بيتم التحقق من المكافأة الأخيرة. الواد في نفسه بيقول مكافأة أخيرة؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فجأة شعاع غريب بيظهر من لوحة النظام، ولكن بيقطع كل ده مكالمات من القائدة يون سوا. كيم ساعتها بيفتكر ان هو كان المفروض يروح لنقابة فون غبايك، وبالفعل بيبدأ يتحرك على طول، وبنروح لهناك وبنشوف قائد النقابة والبنت واقفين بتعرفوا على كل حاجة، وان كيم المفروض من الرتبة ايه، فازاي هو قادر يصطاد غول بالقوة دي؟ فانا متأكدة ان هو محتال، هو اكيد عمل كل ده واخد الصيد ده من اي حد تاني، فهو مستحيل بقوته الايدي يقدر يخلص على غول من الرتبة بيه. ساعتها بنعرف ان الشخص اللي واقف ده هو نائب رئيس نقابة فون غبايك والذي يدعى هيوك، وبنعرف كمان ان هو من الرتبة اس. بعد ما بيسمع كلام القائدة ده بيقول لها فعلا عندك حق، انا مقتنع بكلامك. بيقول لها كمان ان استيقاظ القوة حاجة مش منتشرة بين الناس، فالقائدة بتقول له بس هو برضه ما كانش باين عليه الكذب لما كان بيقول لنا على كل حاجة.
ساعتها بيقطعهم في الكلام كيم لما بيوصل للمكان. القائدة هان بتقول له اخيرا جيت، انا كنت مستنياك من بدري. فكيم بيعتذر لها بيقول لها انا اسف على كل حاجه، بس كان عندي شويه شغل وكنت لازم اخلصهم قبل ما اجي. ساعتها نائب الرئيس هيوك بيتعصب جدا، بيقول له انت تجاهلت اتصالات اختي لمده 3 ايام، انت شكلك كده هتقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. فساعتها اخته هان بتحاول تهديه شويه، بتقول له خلاص ما حصلش اي حاجه. الواد بيحاول يبرر لكنها بتفضل تزعق له برضه. كيم بقى في نفسه بيقول نائب رئيس نقابه فونغ بايك والاخ الاكبر ليون سوا هو جه كل ده مع اخته علشان خاطر يقابلني. الظاهر كده ان الموضوع في ان انا لسه مش عارفها، لكنهم بيتقبلوا كلام كيم لما قال لهم ان هو كان عنده شويه شغل. اما القائده هان فبتقول له خلاص انا هساعدك زي ما كنت بقول لك، هساعدك في نقل جثه الغول وزريها عن المكان. وبتقول له يلا نبدا بتسويه المكافآت. بتعرض عليه دلوقتي ان هم يبداوا بتسويه المكافآت ولا يبداوا بتقديم التقرير للجمعيه. فكيم بيقول لها بكل تاكيد هنبدا بتقديم التقرير للجمعيه اول حاجه. وبالفعل بيدخلوا للنقابه على طول. المستضيفه بتقول لهم هو انتوا بتقولوا ان كيم هو اللي قدر يصطاد الغول ده؟ فالنائب بيرد عليها بيقول لها بكل تاكيد، فانا اتاكدت من الموضوع بنفسي، هو اللي قدر يخلص عليه ويقتله. فالمستضيفه بتقول له بس ما فيش اي دليل. فالنائب بيتعصب اكتر وبيقول لها انت مش مصدقه الكلام من عضوين في نقابه فونغ بايك، لكن دي على طول بتحس بالقلق كده وبترجع في كلامها. بتقول له بكل تاكيد احنا مصدقين، الغول اللي تم اصطياده هو وحش يتراوح تصنيفه بين الرتبه سي والرتبه بي. علشان خاطر كده انا بقول لك احنا محتاجين لتحقيق بس مش اكتر، وعلشان كده هيتم قياس احصائيات اللاعب كيم، وده علشان نعرف اذا كان هو فعلا قادر على اصطياد الوحش ولا في حاجه حصلت واحنا ما نعرفش. وبالفعل بيروحوا عند جهاز قياس المانا. ساعتها القائده هان بتقول ان فعلا كيم استيقظت قوته، لكن برضه ما قدرتش تحقق من احصائيات قوته. بس دي مش بيلحقوا بيوصلوا عند حجر المانا. فعلا بيستنوا الدور لما بيجي على كيم، وفعلا الواد بيبدا يتحرك ناحيه حجر المانا، بيحط ايده عليه وبيفتكر كل ذكرياته. بيقول انا كنت هنا من 7 سنين فاتوا، وفي اليوم المشؤوم ده لما قست قوتي كانت قوتي مجرد صياد من الرتبه ايه، فالنهارده اكيد الوضع هيكون مختلف تماما. بيحط ايده على حجر المانا، وهنا كانت الصدمه لكل من في المكان. حجر المانا بتبدا تخرج منه قوه مذهله، وبعد ما بيتم القياس بنجاح بنعرف ان اللاعب كيم هو صياد من الرتبه اس. اوبا، فاجعه وصدمه لكل من في المكان حرفيا. كل الصيادين والنائب وهان مصدومين ومش مصدقين اللي سمعوه. اما عمنا كيم بقى بيكون مبسوط اخر انبساط، فهو كان في الاول صياد ملهوش اي 30 لازمه من الرتبه ايه، اما دلوقتي فهو صياد من الرتبه اس. ولحد هنا يا صديقي بيكون خلص الجزء الاول من الملخص بتاعنا. فلو عجبك التلخيص ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وده علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ننزله. واهم حاجه تصلي على النبي المختار عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ولو عندك اقتراح لاي منهوى جديده يا ريت تكتب لي في الكومنتات. ويلا اشوفك على خير وفي امان الله. سلام.